ازاي تختاري جراح التجميل اللي انت عايزه تروحي له. الحقيقه جراح التجميل شخصيه مهمه جدا، ولازم يبقى عندك بعض النقاط المهمة اللي تختاري بناء عليها جراح التجميل. أول حاجة الكريدنشلز، تعليمه، خبرته، شهاداته. ده أول نقطة. لازم تعرفي إن جراح التجميل ده هو جراح تجميل فعلا، هو مش جراح حاجة تانية وبيقول أو بيدعي إن هو جراح تجميل. فهو على سبيل المثال عضو في جمعيات جراحي التجميل العالمية. نمرة 2 هو متخصص في جراحة التجميل، فهو شهادته في جراحة التجميل. على سبيل المثال الدكتوراه في جراحة التجميل أو زمالة في جراحة التجميل. نمرة 3 هي خبرته، هو بيشتغل فين، ايه خبراته السابقة في جراحات التجميل. جراحات التجميل فروع كتيرة، فلازم تعرفي خبرته في الشيء اللي حضرتك رايحة تسألي عنه. هو عمل كام حالة من هذه الحالات قبل كده. آخر نقطة وأهم نقطة الفيدباك بتاع عيانينه السابقين. ايه الريفيوز اللي عليها، الناس بتقول عليه ايه، مش بس السوشيال ميديا بتقول عليه ايه، ولكن الناس الحقيقيين بيقولوا عليه ايه. الحقيقه انا في عيادتي دايما في كل عيان بيجيلي بوصله بعيان او عيانه عملوا نفس البروسيدر، عملوا نفس العمليه من قبل عندي في العياده، حتى يتواصلوا مع بعض ويعلموا بعض ويديهم honest feedback open feedback بعيد عني خالص. لو ليكم اي تساؤلات من فضلكم اكتبوها في الكومنت